في زحمة الأيام حدث التعارف واللقاء، تركت بنفسي زهرة من أزاهير الوفاء، وتجددت أحلامنا فلقاؤنا في الجهر كان وفي الخفاء. هي روعة في الخلق ووجدت فيها كل ما بي من رجاء. صاحب افخم مكان موجود هنا في شارع المعز، ساقية المعز، مصر الجميل. تعرف الجمهور بنفسك. يعني اسمي عزت عبد الحكيم، الشهرة زيزو حكيم، صاحب المكان، مؤسسه يعني على ايدي على نظام التراث الاسلامي النوبي. مشهورين شوية بأغاني محمد منير، أغاني التراث المصري القديمة، زي ما انت مثلا سامع تترات المسلسلات بتاعتنا كلها بتاعت زمان، بنحيي التراث المصري القديم كله. يعتبر بقالنا يعني فوق 15 سنة مثلا تاريخا فاتحين. لا انتوا فاتحين 115 سنة، بس عمر المكان فوق ال 700 سنة. لا هو قديم، احنا بقالنا 15 سنة انا عامله مؤسسه على التراث القديم، بقالي بتاع يعني معدي اول يعني 15 سنة مثلا. وحاطط صور تحف، انا شايف الصور عند حضرتك تحف ونجيب محفوظ. يعني احنا عايزين نعرف الناس ان في الحاجات دي لسه موجودة، لسه موجودة الحاجة دي في مصر، والفن ده ما انتهاش، المهرجانات والكلام ده لا خلاص انتهى. في طفرة ان شاء الله هتكون موجودة قوية جدا. واصلا لا انا ضد الكلام ده خالص، باحياء التراث المصري. كل من هو كان من هنا، سواء نجيب محفوظ، سواء عم صلاح شاهين، سواء عبد الرحمن الابنودي، كل العلامات المصريه في الفن، وغاوي شويه وسميع شويتين. فعشان كده تلاقينا على طول بحيي التراث المصري، غاوي الاغاني القديمه كلها، محمد منير مالت فروع القيم وزاد الهرج فينا، والخصوصية صبحت علن، والحياة مجافينا، ونساء تجردت من أسمى معانينا، بظهور على الملأ بما لم يخيل إلينا. مواليد شارع المعز، فغصب عني بقى فخور بيه جدا ان هو اصلا اثر على مستوى العالم كله. بس فعشان كده بقى الحمد لله بفضل الله بنحيي التراث المصري القديم كله. هنا شارع المعز، هنا خان الخليلي، هنا الحسين. واحلى مسا عليكم، متشكرين قوي للقاء دوت يا مسترنا الجميل. شكرا ليكم، وشكرا لكل الناس الجميله اللي تشوف ان شاء الله. السلام عليكم.